بعد ال 40 تلاقي وزنك بيزيد، جسمك بيخزن ميه، هرموناتك بتتلخبط. بدايه من سن ال 40 ده سن حاجتين، ده سن تغيير الهرمون وتغيير في حياتك، وهو ده سر التوازن في نفس الوقت. ده السن اللي عقلك فيه المفروض وصل لمرحله التوازن والحكمه، وفي نفس الوقت بيبقى عندك شويه لخبطه هرمونات، لان دي تعتبر مرحله انتقاليه. هل ده معناه ان انت وزنك مش هينزل في ال 40 او بعد ال 40؟ بالعكس خالص، انت شكلك يبقى حلو ووزنك ينزل وتعملي ريشيب وجسمك شكله يتحسن حلو قوي كمان، بس بشرط اول حاجه تحافظي على كتله عضلات. اعرفي ان كل حاجه باظت من ضمنها الهرمونات. الحاجه الثانيه المعده، طول ما الهضم عندك مش مظبوط، طول ما الحرق عندك مش مظبوط، طول ما في لخبطه هرمونات. ثالث حاجه بقى اللايف ستايل بتاعك، بلاش سهر، بلاش شرب قهوه كتير، بلاش عيش فينو، بلاش حلويات، بلاش اكتئاب على طول وتوتر على طول، وعشان ده بيعلي الكورتيزون وبيخليه في السماء. كل الحاجات دي بتخليكي في سن ال 40 وزنك ما ينزلش. لو عكسنا كل اللي انا قلته ده كله وظبطت الدنيا وحافظت على كتله عضلات، لازم وزنك هينزل. قصه الكيتو بقى، الكيتو دايت ده افشل نظام لاي حد بدايه من سن ال 40 او قبل ال 40 كمان. الكيتو دايت مشكلته ده نظام غير صحي تماما، ما ينفعش لاي حد خالص، واخرك فيه لو حد عمله ومش هيستفاد منه زي ما هو متخيل شهر، وهو اصلا مش للناس الطبيعيه. والكيتو دايت كله اعراض جانبيه، وبيعمل مشكله في المناعه، وبينزل كتله العضلات، عشان كده انت بتحس في الاول ان انت بتنزل حلو قوي. فالكيتو دايت ما ينفعش لحد، سواء كان 40 او اقل من 40. امشي على الخطوات اللي قلت لك عليها دي، هتلاقي وزنك في ال 40 بينزل وبسهوله جدا. ومحدش يخاف من ان سنه 40، ومحدش يفتكر انه طالما جاب ال 40 يبقى وزنه مش هينزل، بالعكس تماما، دي احلى فرصه عشان وزنه ينزل فيها.